كلنا متفقين ان رمضان فرصة. رمضان فرصة اولى ولا فرصة اخيرة؟ الفرصة بتحتاج استعداد وتخطيط وجهوزية وتدريب. في برنامج رمضان غير هنعرف الفرق بين الاستعداد والتخطيط، بين الخطة الحاسمة وبين التنفيذ المرن. هنعرف ازاي نحط اهداف، وايه هي المجالات اللي نحط فيها اهداف في رمضان. طب ازاي نقيس مؤشرات ادائنا في رمضان؟ هو رمضان ينفع معاه قياسات كمية، ولا رمضان ليه مؤشرات اخرى قد تكون غير كمية؟ هو رمضان بينتهي ولا ممكن رمضان يستمر بعد انتهاء العمر الزمني في رمضان؟ هو ممكن رمضان ينتهي ولا ممكن عدد ايام رمضان تنتهي واثر رمضان فينا لا ينتهي؟ ازاي اخطط ليوم الرمضاني؟ ازاي نحاسب نفسنا من غير ما نجلدها ومن غير ما نخلينا ندمانين كل يوم عن ادائنا في رمضان؟ ادوات المتابعة الذاتية وقياس النتائج احنا امرنا بيه. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ازاي يكون ليا في رمضان عادة اني احاسب نفسي علشان ازود انتاجيتي قدر المستطاع؟ طب اعمل كده ليه؟ لان رمضان فرصة، والفرصة قد لا تعوض. في برنامج رمضان غير هنتعلم ادوات مهمة جدا لمتابعة ادائنا اليومي في رمضان.